السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود العراقي من قناة Just 5، وانت بتتعلم دلوقتي انجليزي بأسهل وأفضل وكمان أسرع الطرق. في الحلقة دي هنبدأ على طول نسمع ونتعلم الخمس جمل ونحفظهم كويس جدا. بس فضلا لأمرا قبل ما نبدأ ادعم القناة بلايك وسبسكرايب وشير، وما تنساش تفعل جرس التنبيهات لأن ناس كتير بتنساه. يلا نبدأ على طول، يلا بينا. And I'll tell you something else. 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 الجملة الأولى بتقول And I'll tell you something else. And I'll tell you something else. لو نلاحظ and I'll tell you الأجانب بينطقوها and I'll tell you and I'll tell you على طول، يعني بيحذف الدي بتاعة الأند فبيقول I'll tell you and I'll tell you something else. الجملة كده معناها وسوف أخبرك بشيء آخر، كأني بتكلم مع حد في موضوع وبقول له إن في حاجة تانية هقولك عليها. سوف أخبرك بشيء آخر and I'll tell you something else. تعالوا نرجع نسمعها تاني. And I'll tell you something else. And I'll tell you something else. Yeah, that's a good one. Yeah, that's a good one. Yeah, that's a good one. الجملة التانية Yeah that's a good one. الجملة معناها نعم هذا جيد. طبعا بنقولها لما بنشوف حاجة أو بنسمع حاجة عجبتنا. تعالوا نرجع نسمعها تاني بترجمة. Yeah, that's a good one. Yeah, that's a good one. I want to get back to my questions. I want to get back to my questions. I want to get back to my questions. الجملة التالتة بتقول I want to get back to my questions. I want to get back to my questions. نلاحظ الاختصار في نوت I want to get back أصبحت I wanna get back. في الأمريكان أكسنت I want to بيقولوها wanna I wanna، وبيضم دايما كلمة get مع الكلمة اللي بعدها فبيحذف فيها التي، علشان كده نطقها get back كأن مفيش تي. I wanna get back to my questions. الجملة هنا معناها أنا أريد أن أعود إلى أسئلتي، وكأن واحد بيسأل حد أو بيستجوب حد عن حاجة فاتشتته في الموضوع فبيقول له I wanna get back to my questions. I want to get back to my questions. تعالوا نرجع نسمعها تاني. I want to get back to my questions. I want to get back to my questions. Yeah. Well, I'll handle that. Yeah. Well, I'll handle that. Yeah. Well, I'll handle that. الجملة الرابعة بتقول Yeah well I'll handle that. Yeah well I'll handle that. بتقولها لما بتتولى أمر معين فبتقول أنا هتعامل مع الأمر أو الموضوع، يعني أنا هرتب الأمور. الجملة معناها نعم جيد سأتعامل مع ذلك. تعالوا نرجع نسمعها تاني. Yeah. Well, I'll handle that. Yeah. Well, I'll handle that. I don't hear anything. I don't hear anything. I don't hear anything. الجملة الخامسة بتقول I don't hear anything. I don't hear anything. الجملة معناها أنا لا أسمع شيئا. تعالوا نسمعها تاني بترجمة. I don't hear anything. I don't hear anything. And I'll tell you something else. And I'll tell you something else. And I'll tell you something else. Yeah, that's a good one. Yeah, that's a good one. Yeah, that's a good one. I want to get back to my questions. I want to get back to my questions. I want to get back to my questions. Yeah. Well, I'll handle that. Yeah. Well, I'll handle that. Yeah. Well, I'll handle that. I don't hear anything. I don't hear anything. I don't hear anything. ودلوقتي ميعاد الهومورك، وهم فقط جملتين من مشهدين عايزكم تسمعوهم كويس جدا، وعايز أفكركم تكتبوا لي في الكومنتس سمعتوا إيه حتى لو كتبت غلط. You really don't care if I die. 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 Do you really think it's possible? 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 وبكده خلصنا الحلقة. يا رب تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله تستفيدوا أكتر وأكتر في قناة Just 5. وما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان كل الحلقات اللي جاية إن شاء الله تجيلكوا وتتابعوها أول بأول. كان معكم محمود العراقي من قناة Just 5. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.